سلام حبيباتي، وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة. واليوم ان شاء الله راح نشارك معاكم وصفة جد سهلة وبسيطة، خاصة للناس اللي تبحث ولا اللي تحوس على الوصفات الاقتصادية. نجمي تحضريها يعني في الأعياد ولا في جميع المناسبات، يعني عندك أفراح ولا عندك ضياف، يحضر في وقت قصير، يعني ما يديش معنا وقت طويل، والبنة والذوق صدقوني البنات إدمان. نبدأ على بركة الله في التحضير. عندي 4 حبات تاع بيض، ولازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. عندي كاس سكر جلاس كما راكم تشوفوا. البنات نفس الكاس اللي نستعملوا كيلو به سكر راح نكيلو بهم بعد يعني المكونات الاخرين. اللي عندها الباتور تنجم تستعملوا باش تنقص عليها يعني الوقت، لكن اللي ما عندهاش تستعمل فوي. انا اليوم استعملت الفوي باش يعني نوري للبنات المبتدئات باللي نجموا نتحصلوا على نفس النتيجة، لكن طريقة الاستعمال اللي تعمل الفارق. يعني حاولوا انكم تضربوا السكر والبيض مليح مليح وبسرعة حتى نشوفوا السكر تاعنا داب في البيض، ومن بعد نضيفوا كاس تاع الزيت. كما راكم تشوفوا انا ما ضفتوش على دفعة واحدة، نديروها على مراحل يعني بالتدريج باش تنجح معاك الجاتو تاعك ولا اي وصفة تكون فيها الزيت في الجاتو. لازم تمزجي يعني مكونات هذيك الزيت والبيض والسكر مع بعضهم حتى تشوفيهم يتجانسوا. كما راكم تشوفوا لازم زعما تزربي شويه في الخدمه. عندي 3 ملاعق تاع اكل نواه كوكو وزوز ملاعق مربى المشمش. كما راكم تشوفوا زوز ملاعق تاع اكل معجون المشمش نضيفوهم ونكملوا يعني نحركوا مكونات مليح. نواه كوكو تنجموا تستعملوا من زوز حتى ل3 ملاعق. يعني انا كي نعطيكم دركا البنات يعطيكم المقادير مضبوطه، حاولوا انكم يعني ما تزيدوش من عندكم. انا استعملت 3 ملاعق تاع نواه كوكو وزوز ملاعق تاع مربى المشمش، وعندي ملعقه صغيره لافاني تكون معمره مليح تكون بومبي. ضفت لها كاس تاع لا مايزينا، مع كيس تاع خميره 10 غرامات وكاس تاع الفارينه. من الافضل في المرحله هذه تستعملوا ديكم باش تنجموا تميزوا يعني القوام تاع العجينه اللي تحصلتوا عليه، لانه ممكن تدي معاكم 4 كيسان، ممكن تدي معاكم 4 وشويه، كل واحده وكيفاه. هذا الكاس الثاني تاع الفارين. حاولوا انكم يعني تستعملوا النوعيه اللي تكون مليحه. وهذا الكاس الثالث. كاينه مكونات البنات كي تستعملوها في الجاتو حاولوا انكم يعني ما تسرعوش في كميه الفارينه اللي تحطوها، كيما نواه كوكو نعرفوه باللي يشرب، عندكم وسي لا مايزينا وعندكم الكاكاو. انا دات معايا 4 كيسان تاع فارينه، تحصلوا على عجينه تكون طريه كيما راكم تشوفوا، تكون تلصق في اليد. ممكن تدي معاكم اقل من 4 كيسان نتوما، المهم في الاخير تتحصلوا على عجينه تكون تتلاصق في اليد. نروحوا نشكلوا كويرات تكون تقريب حجم 20 غرام. انا كنت درت لهم تقريبا 23 غرام، بانوا لي كبار، عاودت نقصت منهم. نديروا الاصبع تاعنا بكميه قليله من الزيت ونشكلوا يعني كما راكم تشوفوا ثقب في الوسط. يعني حاولوا انكم توصلوا بالاصبع تاعكم للاسفل، لكن ما تثقبوهاش. نكونوا في الوقت هذا شعلنا على الفرن تاعنا على 180 درجة. نحط الجاتو تاعنا يطيب من الاسفل حتى يولي اللون تاعو اصفر، ومن بعد نشعلوا له من فوق حتى يشيح برك حوالي 2 دقائق من با. نروحوا نحضروا المربى تاعنا. عندي تقريبا نصف علبة هذيك تاع المربى، نضيف معاها حوالي فنجان تاع ماء الزهر، خليوه يغلي ونعاودوا نحيوه نحطه في الغيسيبيون يبرد. نروحوا نحضروا نواه كوكو للتزيين. عندي كميه من نواه كوكو نضيف لها، عفوا نجيبوا فنجان ولا حاجه فيها حوالي 4 ملاعق تاع ماء، ونضيف معاها كميه من لاباطاغوم بذوق الفراز، نحركوهم مليح وبنستعملوا يدينا ونمزجوا هذيك يعني لاباطاغوم هذيك مع الماء مع نواه كوكو، نحطوها في الفرن تشيح من الفوق فقط. يعني نشعلوا له حوالي 2 دقائق برك. شوفوا نواه كوكو تاعنا شاح، نعاودوا نخرجوه باش نستعملوه بعد ما برد هذاك المربى تاعنا اللي كنا
حطينا فيه كمية من ماء الزهر. نجيبو الجاتو تاعنا ونغطسوه كيما راكم تشوفوا بالطريقة هذه. خليوه يعني حوالي 2 دقائق حتى ل3 دقائق. على قد ما تخليوه يعني في المربى راح يطرى معاكم ويعطيكم ذوق ما شاء الله. ميم الذوق تاع نوا كوكو البنات لا باتاغون اللي درت بيه نوا كوكو انا، نتوما يعني كل وحده والذوق اللي تحب تستعملو. نجمي تستعملي لا باتاغون ذوق الليمون وسي حيعطيكم ذوق ما شاء الله. انتيا يعني والذوق اللي تفضليه. ديما كنهزو الحبه تاع الجاتو نحطوها في نوا كوكو يعني على الوجه تاعها باش يلصق معانا هذاك نوا كوكو. عاونوا نتوما وسي بيديكم، حاولوا انكم يعني ديروا كميه لكن تنقصوا هذيك يعني الزايد، وحاولوا انكم هذاك الوسط تاعها تنحيو منه نوع كوكو، خاطش من بعد راح نحشيوه بالمربى تاع المشمش. بعد ما كملنا الحبات طبعا ماشي كميه كامل، دارت لي 2 بلاطوات تاع الكميه اللي حضرتها البنات هذيك، دارت لي 2 بلاطوات من هذوما كما راكم تشوفوا. ومن بعد واش نديو كميه من مربى تاع المشمش، نضيف لها كميه قليله باك من باتاغون بذوق الفراز باش نتحصل على اللون هذا كما راكم تشوفوا اللون الاحمر، وراح يتغير اللون الذوق وسي راح يولي ذوق فراز. تحصلوا على اللون الاحمر يعني لون ما شاء الله. يعني باش ننقص عليكم وما نكثروش المصاريف، ما نروحوش نشريو مربى الفراز، غير كميه برك من الباتاغون ذوق الفراز ونتحصلوا على المعجون هذا يعني ذوق ما شاء الله. نديروها في لابوش باش تعاوننا في الخدمه وتجينا خدمتنا نظيفه، ونزينوا نعمروا في الوسط. طريقه جد سهله وبسيطه كما راكم تشوفوا، والنتيجه راهي امامكم يعني ما شاء الله. انا نقسم قدامكم حبه وتشوفوها كيف ما جات طري، ويعني والذوق والبنه ولا اروع. الناس اللي تحوس على الوصفات يعني الاقتصاديه ويحوسوا على حاجه يعني بريزونطابل، يعني اللي تحمر الوجه قدام الضياف، سواء عندكم ضياف ولا عندكم مناسبه مثل الاعياد، انا ننصحكم بالوصفه هذه. خرج لكم كميه ما شاء الله، وسي في التحضير ما تعبش يعني، ويخرج لكم كميه مليحه. في الاخير حبيباتي شو نقول لكم، اللي عجبتها الوصفه ما تنساناش بلايك وكومنتير، وحاولوا تبارطاجيو الفيديو البنات. مع السلامه ونتلاقاو في وصفات اخرى، في امان الله.